الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندنا سؤال كده هنجاوب عليه في عجالة. السؤال بيقول ايه: هل الأهلي المصري نادي وطني ولا نادي غير وطني؟ طيب نرجع بالذاكرة شوية كده. أيام البطولة الأفريقية اما كان في تعارض في المواعيد وتداخل في المواعيد بين بطولة أفريقيا اللي وصلنا فيها للفاينل وخسرنا امام السنغال بضربات الجزاء، مباراة الشهيرة، وكاس العالم للأندية لما كان الأهلي ليه 8 أو 9 لعيبة على ما أتذكر في المنتخب، وظن البعض إنها تحصل مشكلة والأهلي هيستدعي اللعيبة بتاعته من المنتخب عشان ده رايح كاس العالم للأندية. يعني تقريبا القوام كله بتاع النادي الأهلي موجود في المنتخب. الكابتن الخطيب قال ايه؟ قال مصر اولا ثم النادي الاهلي ثانيا، والنادي الاهلي لم يستدعي لعيبته التسعة من المنتخب القومي، ولعبوا النادي الاهلي لعب اول مباراة بدون اللعيبة الدولية ورجعوا تاني يوم كانوا تعبانين. فيعني ده الموقف، الإجابة على السؤال: الأهلي نادي وطني ولا نادي غير وطني؟ طيب النهاردة ايه اللي حاصل بقى؟ المنتخب لما استدعى او طلب استدعاء لاعيبة النادي الاهلي الدولية اللي هم محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطية، الاهلي عمل ايه؟ قال للمنتخب اتفضل اللعيبة اهي، رغم ان كان النادي الاهلي عايز، بما ان ماتش اثيوبيا اللي هو المنتخب هيلعبه يوم 9 تحصيل حاصل والمنتخب خلاص وصل لنهائيات بطولة افريقيا وخلاص اتصنفنا وبقينا على راس مجموعة، فكان ممكن يعني اتحاد الكورة والمنتخب يعدي الاهلي الطلب ده ويفوت اللعيبة بتاعته وما يستدعيهاش. لكن لما المنتخب اصر الاهلي وافق فورا، اهلي وافق فورا، بصرف النظر بقى عن الكذب اللي الانسان اللي مش فاهم اللي يقول لك ايه: اصل الله لا يقدر لو اتهزمنا من اثيوبيا الترتيب بتاعنا هيقل ومش هنبقى على راس مجموعه في كاس العالم. ده كلام كله كلام يعني بتاع ناس مش مدركه ومش واعيه هي بتقول ايه. احنا خلاص بقينا على راس مجموعه من المجموعات التسعه، ومعانا 4 فرق تانية في تصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا. الحمد لله وصلنا للنهائيات بتاعتها ان شاء الله. فماتش اثيوبيا تحصيل حاصل، فلو المنتخب كان ساب اللعيبه دي كانت تتحسب له وتتحسب لاتحاد الكوره. لكن يعني الحمد لله الخير في الموجود، الاهلي بمن حضر، وده الشعار بتاعه اللي دايما بيتقال، مع العلم ان في علي معلول واليو ديانج وبيرسي تاو المنتخبات بتاعتهم استدعتهم، زائد 3 لاعبين اخرين للمنتخب الاولمبي، يبقى المجموع كام؟ 3 و3 6 و4 7 لعيبه من النادي الاهلي خارج معسكر النادي الاهلي حاليا، وهو يستعد استعداد جاد لبطولة السوبر الافريقي اللي هتبقى بين الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري. فده يعني حاجة بسيطة كده تبين لك الاهلي نادي وطني ولا مش نادي وطني، وتبين لك تاني عظمة الاهلي. الاهلي ما بيقفش، الموجود بيسد والموجود زي الغايب بالظبط، لان المجموعة كلها ايد واحدة ويد واحدة. السلام عليكم.